قلتولي على مكان مشهور جدا في اسكندريه بيعمل حواوشي سكينتين، وجينا نجربه مع بعض النهارده. اكتشفنا كمان ان عنده مشاوي جامده جدا شكلها خطير. يلا بينا. المكان ده طلع مشهور قوي عندنا، وانا بصراحه زعلت على اللي فاتني، ما كنتش جربته قبل كده. مشويات محمد يوسف البيوسي هو مشهور بالحواوشي السكينتين، والمشويات اللي مخليه مميز ان شغله فريش ويوم بيومه. والحلو في المكان بساطته. كمان لقيت عنده مكرونه بتستوي بشوربه اللحمه الضاني، واللي خلاني اطلبها ريحتها اللي شدتني قوي. نبتدي باول حاجه اللي جايين مخصوص عشانها، حواوشي السكينتين. بسم الله. حلو قوي. احلى حاجه بقى في الحواوشي ان التتبيله بتاعته بسيطه جدا، طماطم وبصل وفلفل وملح بس، وتقطيع سكينتين، واللحمه مليون في الميه. تشوفوا في التحضير ان هي بلدي، وفعلا طعمها مميز جدا. عندهم حواوشي ضاني وعندهم حواوشي شمبري كمان. تاني حواوشي معانا وده حواوشي الصدق. موضوع تحميصة العيش ده انا بحبه جدا بصراحه، خطير. الصدقية طعمها حلو قوي. التتبيله بتاعت الصدق خطيره، الطماطم مع الفلفل الاسمر والخلطه اللي هم حاطينها جوه الساندوتش رهيبه. تحميصه بقى اللي هي بتاعت الفحم دي، فدي في الجون يعني. حلو حلو قوي ده. ندخل على اللي بعده. ندخل على الحواوشي العادي اللي احنا متعودين عليه، الاسكندراني بتاعنا، بس ده شمبري بقى. هو عنده نوع شمبري ونوع ضاني. احلى حاجه في المكان ده بساطته، هو بسيط في كل حاجه، حتى التتبيله موضحه طعم كل حاجه. ندوقه بالطحينه. احلى حاجه الكماليات اللي نازله، الطحينه، مخلل، السلطات بقى. طبعا دي اهم شيء في الكون، البطاطس البلدي اللي انا بموت فيها دي. ندخل على مشاوي بقى لانها كده هتبرد قوي. معاها المكرونه دي. المكرونه دي فكرتها ايه؟ مكرونه ريد صوص عادي، حمرا يعني. بيتحط عليها الصلصه بتاعتها وكل حاجه، بس بيزودوا عليها شوربه اللحمه الضاني. طعم المكرونه اولا خطير جدا. التست بتاعها جبار، وبتدوب في البق. الكومنت اللي انا عايزه اقوله ان انا ازاي باكل لحمه ضاني ما فيهاش زفاره، ما فيهاش حاجه تضايقك. اقسم بالله طعمها حلو قوي قوي قوي، لان انا من اكله اللحمه الشمبري، فكوني ان انا اكل لحمه ضاني وما اتضايقش منها، فلا الطبق ده عالمي. بجد عجبني جدا جدا. ندوق بقى المشاوي. دي اول حاجه معانا الطرب. حلو قوي. بالنسبه بقى للمشويات عندهم، هي بتتقطع قدامك، بتتحط في التتبيله، بتتحط على الشوايه، تاكلها على طول. يعني كل حاجه قدام عينيك. ودي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي ناس كتير قوي بتحبها، عشان المصداقيه او عشان يبقوا مطمنين وهما بياكلوا. ندوق بقى اللحمه. ندوق بقى الكفته. دي كفته شامي، ده مش اللي احنا متعودين عليها، يعني مش اللي هي الطويله دي، مبططه. الفحم باينه قوي. واحلى حاجه بقى ان الكفته من بره مقرمشه ومن جوه جوسي جدا. كمان عندهم موضوع العيش الناشف ده. بصراحه بحب اماكن المشويات اللي بتعمله ان هو بيبقى مع الاكل حلو جدا. بطاطس مهروسه. ندوق بقى الريش. تتبيله حلوه قوي بصراحه. كمان الشوي عاجبني جدا. يلا بينا على اللي بعده. ده برضو الحواوشي العادي اللي احنا متعودين عليه، بس دوت ضاني. هي دي اللي هي اهي. بصراحه الحواوشي عنده عالمي بقى بالطحينه كده. ندوق البابا غنوج بقى. شوى البتنجان باين في طعمه جدا. انا من حلاوه الاكل انا بعتذر، انا نسيت اقول لكم مكان فين. مكان مشويات محمد يوسف في كرموز. طبعا ناس كتيره قوي اول ما تشوف الفيديو من بدايته هتبقى عارفه المكان. هو معروف جدا ومشهور جدا، بس هو مستخبي شويه في كرموز كده. ندخل بقى على اخر ساندوتش معانا، ده الحواوشي الميكس. بيبقى عباره عن صدق ولحمه، لحمه مفرومه، وبرده اللي هي بيبقى جوسي. والشوي بصراحه ممتاز. اكتر نوع حواوشي شدني الحواوشي السكينتين، بصراحه لا يعلى عليه. خطير. المشويات عنده تحفه. الحواوشي الصدق برده كان خطير. طبق المكرونه ده انصح اي حد هيجي ياكل في المكان ده لازم يطلبه. الناس كمان اللي مش بتاكل دوني او بتقرف منها، اقسم بالله هتاكلوها وانتم مغمضين. انا واحده ما باكلهاش واكلتها، وفعلا التست بتاعها نظيف جدا جدا، مفيهاش اي زفاره. احنا كده خلصنا الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا معايا. الحاج محمد هيقول لنا دلوقتي العنوان فين. يلا بينا. دلوقتي بقى معانا الحاج محمد يوسف هيقول لنا العنوان فين بالظبط عشان تعرفوا تيجوا. العلوان كرموز بياصة، متفرع من شارع النيل، مشويات يوسف عاشور. المواعيد بتبدأ من 7 لحد 5 الصبح كل يوم. كل يوم. هي الأجازات بس في العيد الكبير بس. حاج محمد انتوا فاتحين من سنه كام محل؟ احنا هنا من سنة 84. والدي الله يرحمه هو اللي كان فاتح المكان، أنا كملت المسيرة بعد منه إن شاء شكرا جدا لحضرتك، تسلم ايدك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.